السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه يا اجمل متابعين في الدنيا؟ احنا بقى ايه الجو الجميل دوت الساقع بقى دوت ايه محتاج حاجة تدفينا، وحاجة كده ايه يعني قيمة غذائية عالية وحاجة جميلة جدا. فاحنا قلنا نعمل ايه بقى مع بعض؟ طبق كده بليلة باللبن، هيعجبكم جدا وبطعم حكاية وخطير جدا. واللي أول مرة يشوف القناة يخش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وما تنسوش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونخش نشوف المكونات والطريقة. انا جبت ايه نص كيلو بليلة قمح مقشورة، يعني اللي هي معلهاش قشر، اسمها ايه قمح مقشور. طبعا غسلته الاول، نقيته طبعا لو في اي شوائب هتطلعيها، وغسلته كده خدته ما بين ايديا كده ودعكته 3 4 مرات لحد ما ايه القشر كله طلع منه. وبعد كده بقى حطيته في بولة زي ما انتوا شايفين كده، وكنت بقى غالية مية علشان احطها عليه. يعني المية اللي انت هتنقعيها فيها لازم تكون مغلية. زي ما انتوا شايفين برضو كده قلبته كده وسويته. المية دي تبقى ايه مغطياه كده، يعني بقيمة حوالي 3 4 عقلات كده، علشان ايه لو في قشر تاني بيطلع على الوش. وبعد كده غطيه بقى ايه وسيبيه لمدة ساعة. الساعة بقى دي هتلاقي ايه الحباية طبعا حجم يعني بتاع الحجم بتاعها علي وزادت. وزي ما انتم شايفينها كده بقت بيضة خالص، بصوا شايفينها بيضة جميلة جدا، والحباية زادت. والمية برضو ايه مفيش قشر. انا شفت المية كده اللي على الوش مفيش قشر، لان كنت واخداها بين ايديا كده وفرقتها كتير قوي قوي. كل القشر كان طلع في الغسيل. جبت بقى الحاجة اللي أنا هسويها فيها. أنا بحب بصراحة أسويها في القدرة بتاعة الفول. ليه بقى؟ عشان بتلم كده البليلة الغلة، بتلمها كده إيه وبتكمرها. عشان كل ما الحاجة كده بقت ضيقة على الحاجة على الحاجة اللي أنت هتسويها، إذا كان الفول أو البليلة، بتبقى إيه بتاخدش وقت معانا وبتبقى مكمورة كده وبتستوي بسرعة. بعد ما حطيتها بقى خلاص أنا في القدرة برضو غليت مية وحطيتها فيها. المية برضو دي في القدرة تبقى فوق لحية الحلق كده، يعني تبقى مغطية برضو البليلة بالحجم بمضاعفة الحجم. يعني لازم تغطيها اهو بصوا لحد ايه الحلق بتاعها. بعد كده ايه غطيتها بالغطا بتاعها، وولعت عليها البوتاجاز وسبتها لحد ما غليت. يعني غطيها الاول لحد ما تغلي. وبعد كده ايه تروحي بقى موطيه البوتاجاز وموربه الغطا علشان ما تفرش، لان لما بتغلي بتطلع ايه رغاوي وبتفور. هنسيبها بقى لحد ما تستوي وتعرفيها استوت ازاي. لما شفتي بصي كده الحبايه بقى ايه فتحت من بعضها وطلعت النشا اللي جواها، والميه بتاعتها بقت بيضه زي النشا. يعني بصوا اهي الميه لونها اتغير طبعا وبقت زي ايه زي النشا او زي اللبن الخفيف كده. خلاص تعتبر استوت. برضو وتدوقيها، وعايزه تدوقيها برضو شوفيها استوت ولا لا. دوقيها الحبايه هتلاقيها جميله جدا. هتجيبي بقى ايه حله كده وتاخدي الكميه اللي انت هتستعمليها او اللي انت هتستخدميها. ليه؟ لان ممكن يكون النص كيلو ده كتير او الربع كيلو كتير. وتنزلي بقى عليه باللبن، برضو اللبن اللي انت عايزاه. عايزه تزودي اللبن جامد انت برضو براحتك، عايزه اللبن معقول. انا بصراحه حطيت حوالي 4 مغارف بليلة، وحطيت عليها نص كيلو لبن، فكان جميل جدا. حطيت بقى عليها معلقة جوز هند مبشور ناعم، ما تحطيش الخشن. وحطيت كمان عليها ايه معلقة قشطة كبيرة، بتديها بقى ايه دسم وطعم جميل جدا مع معلقة الجوز الهند. وحطيت ايه نص مج سكر. انت عايزة تزودي السكر براحتك، عايزة تقللي براحتك، عايزة كمان تحطي عسل بدل السكر، عسل ابيض برضو كله ايه جميل جدا. ده يرجع ايه لاختيارك انت. هتقلبيها بقى كده شويتين على البوتاجاز برضو، هتلاقيها ايه تخنت معاكي شوية تقلت. وتروحي حاطة عليها بقى ايه نص معلقة الفانيليا الصغيرة، عشان الفانيليا دي لما بتحطيها في الاخر بتدي لها ريحة وجميلة جدا، لما بتحطيها في الاول بتروح ريحتها. وتقلبيها كده اهوت لحد ما تلاقيها بقى كلها تقلت معاكي سنة. وحطيها بقى في البولات اللي انت عايزاها، في سلاطين، في اي حاجة اللي انت هتقدميها بيها. والبليلة اللي بقت ديت في القدرة
لو انت هتحطيها في حاجة ليها غطا في التلاجة عادي. لو انت عايزة تحفظيها في الفريزر حطيها في اكياس وشيليها لعند استعمالك، لان هي البليلة طبعا بتتاكل وهي سخنة. جمليها بقى بشوية مكسرات عندك، بشوية زبيب، بشوية سوداني برضو متحمصين، اللي هو السوداني اللي من غير ملح، السوداني الحلواني. ويعني بأي حاجة عندك ايه جمليها. هتدوقي بقى الطعم. شوفي طبق البليلة دوت اللي باللبن والقشطة خطير، جميل جدا جدا، والريحة عايزة أقولك جميلة جدا ومفحفحة في البيت كله. عايزاكم بقى تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. واللي أول مرة يشوف القناة يخش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وما تنسوش اللايكات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.